رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الوزير الأول المالطي جوزيف ميسكات الذي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي، ويثني على الرئيس بوتفليقة كشخصية تاريخية مرموقة في حوض المتوسط. جامع الجزائر مرآة عاكسة لمعالم الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع شخصيا مختلف مراحل المشروع. ترحيل 250 عائلة في إطار القضاء على البناءات القصديرية والسكن الهش بالبليدة ضمن برنامج لإعادة إسكان 1000 عائلة وسط ظروف تنظيمية محكمة. لوحات فنية واستعراضات ملحمية في الطبعة الثانية لمهرجان اللوس الدولي للموسيقى والغناء والفولكلور بوادي سوف تحت شعار الشعوب تعانق الفن والإبداع على أرض الجزائر. ومن الجزائر نحييكم، السلام عليكم. استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول المالطي جوزيف ميسكات الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر. اللقاء جرى بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان العمامرة، وزير الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي والجامعات العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. ملك صوته. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الوزير الأول المالطي جوزيف ميسكات. وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون القائمة بين الجزائر ومالطا وإمكانيات الولوج بها إلى مجالات جديدة. وقال الوزير الأول المالطي إن هذا اللقاء كان مناسبة ممتازة لاستعراض إمكانيات التعاون بين البلدين ومن بينها الاقتصاد والأمن، مؤكدا أن روابط عديدة تجمع الجزائر ومالطا بما في ذلك التاريخ والجغرافيا. لقد تشرفت بلقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو حدث كبير بالنسبة لي. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصية تاريخية مرموقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن نعترف هنا أن كل الأشياء الإيجابية التي قرأتها أو سمعت بها عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تأكدت لي خلال هذا اللقاء القصير. فهو رجل حكيم تميزه معرفته الكبيرة بالأشياء وذاكرة تاريخية قوية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر ومالطا. لكن لقاءنا اليوم لم يكن حول الماضي، بل هو لقاء للمستقبل. وأريد أن أعبر هنا عن سعادتي الكبيرة حينما سمعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعطي الحكومة تعليمات صارمة للسير قدما بالعلاقات مع مالطا. كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربود خليفة الوزير الأول المالطي جوزيف ميسكات. اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب سمح ببحث سبل تعزيز العلاقات الجزائرية المالطية وتوسيعها إلى مختلف المجالات، خاصة في المجال البرلماني. هذا وأنهى رئيس الوزراء المالطي جوزيف ميسكات مساء اليوم زيارته إلى الجزائر، حيث كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد الملك سلال، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان العمامرة، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. هذا وكان وزير الخارجية المالطي جورج ويليام فيلا قد نشط أمس ندوة صحفية تناول فيها سبل تعزيز التعاون بين الجزائر ومالطا في المجالات الاقتصادية السياسية والأمنية، موضحا أهمية الزيارة للجانب المالطي بالنظر إلى المؤهلات ومناخ الأعمال الذي توفره الجزائر. ويليام فيلا حيا بالمناسبة مساعي الجزائر لحل الأزمة الليبية، مشيدا بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ومؤكدا تطابق الرؤى فيما يتعلق بالقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
هي بداية موفقة بين الجزائر ومالطا، خاصة في مجال الأعمال. الجزائر تمتاز بمناخ استثمار مشجع يجعلها شريكا استراتيجيا لمالطا في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. مالطا جزيرة صغيرة ليست لها حدود شاسعة مثل الجزائر، لكنها تواجه التحديات والاهتمامات نفسها، خاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. ما وقع في فرنسا من أحداث دامية يجعلنا نرغب أكثر في الاستفادة من تجربة الجزائر، وكذا التنسيق معها من خلال تقاسم المعلومات في حالة أي إشعار أو تحذير مسبق. فيما يخص ليبيا فنحن نحيي مجهودات الجزائر وندعم الأمم المتحدة في مسعاها لإيجاد حل سياسي وحكومة وحدة وطنية تحت غطاء الأمم المتحدة. فيما يخص القضية الفلسطينية نشغل حاليا منصب مقرر في الأمم المتحدة، ونحن ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال. ولأننا سنترأس الاتحاد الأوروبي في 2017 سنرافع من أجل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة. كما نشط جورج ويليام فيلا ندوة علمية بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية تحت عنوان التنمية في حوض المتوسط. تطرق فيها إلى دور الجزائر المحوري في المنطقة بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. الندوة العلمية هذه حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، إلى جانب طلبة معهد العلوم الدبلوماسية والعلاقات الخارجية. خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالقاهرة، كذا وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أكد ضرورة إيلاء الاهتمام لما وصفه بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بإدراجها في جدول أعمال المجلس تحت بند مكافحة الإرهاب، مبرزا حجم التحديات والتهديدات التي باتت تشكلها ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أوضح الطيب لوح أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات، وكذا الدعاية والتحريض بغرض تجنيد المقاتلين. استقبل اليوم وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمنظمة شمال إفريقيا لامورديا تيوم بيانو. الطرفان بحثا سبل تفعيل تقنيات ميدانية لترشيد استغلال المياه وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجفاف. خبرة الجزائر أصبحت معروفة في مجال الموارد المائية، وذلك بفضل الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع. ونحن اليوم نعمل من أجل ترقية التعاون بيننا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفلاحي الذي يحتاج إلى الدعم والمرافقة. الفاو تعمل دائما بالتنسيق مع دول العالم على ترقية التقنيات المستعملة لترشيد استهلاك المياه. نعرف الجفاف في بعض المناطق، نعرف أيضا التقنيات المستعملة في إطار تحسين وترشيد استعمال المياه واقتصاد المياه، ونعمل على تشجيع هذا المحور من خلال السياسات التي ننتهجها في إطار ضمان استغلال الأمثل لهذه المادة الحيوية ألا وهي المياه. إذن تحاورنا مع السيد المدير الجهوي للمنظمة العالمية للزراعة حول هذه النقاط المختلفة، وعبرنا عن استعدادنا الكامل للتعامل مع هذه المنظمة والاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا الميدان. في الحياة البرلمانية عقدت بالمجلس الشعبي الوطني جلسة علنية ترأسها بهاء الدين طليبة نائب رئيس المجلس، خصصت لطرح أسئلة شفوية تخص قطاعي الفلاحة والتربية الوطنية. عن التلفزيون هدى الوابح.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عن وضع قانون يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال داخل الأملاك الغابية الوطنية، يمكن المواطنين من الاستفادة من القطع الأرضية بغرض الاستصلاح. جاء هذا في رده على سؤال بخصوص تطبيق القانون في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي التي منحت لهم من طرف إدارة الغابات. وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وخلال ردها على سؤال لأحد النواب أكدت على إجبارية التربية الفنية والرياضية من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، مذكرة بالنتائج الإيجابية التي تعود على التلاميذ في تنمية قدراتهم الحسية والإبداعية. وبخصوص التربية التحضيرية أكدت الوزيرة في ردها على سؤال آخر أن الوزارة الوصية تعمل باستمرار على رفع عدد الأقسام التحضيرية لضمان تكافؤ الفرص لكل التلاميذ عبر كامل التراب الوطني. أشرف اليوم وزير التجارة بختي بالعايب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة بين وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. الاتفاقيتان تهدفان إلى تعزيز العلاقة بين آليات الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك وقمع الغش. أشرف اليوم كل من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي أشرفوا على تنصيب لجنة متخصصة لتحديد الشكل النهائي لجامع الجزائر من حيث الزخرفة والأرضية. المتابعة لخليل تواتي. يعرف مشروع جامع الجزائر تقدما معتبرا في وتيرة الإنجاز، بحيث شارفت مرحلة الأشغال الكبرى على الانتهاء، لتأتي المرحلة الثانية والمتعلقة بالتلبيس والتجميل من خلال تنصيب لجنة تضم ممثلين عن قطاع السكن والثقافة والشؤون الدينية لاختيار مواد البناء المناسبة والإشراف على هذه المرحلة. احنا مكلفين وزارة السكن والعمران والمدينة كلفها السيد الوزير الأول ببناء هذا بالإشراف على بناء هذا المسجد. بالطبع اللي هو احنا ما نخطوش خطوة بدون استشارة فخامة الرئيس، لأن بالتقريب هو اللي يشرف حقيقة على هذا الإنجاز، احنا إلا أداة. والاجتماع تاع اليوم هو احنا أننا نبني مسجد جزائري بثقافة إسلامية. الهيكل أوشك على الانتهاء، ولذلك نحن أصبحنا نفكر في توشيح الهيكل وتجميله واختيار المواد التي تلبس جدرانه وأعمدته. هذا العمل هو عمل يندرج كما سبق لمعالي الوزير أن ذكر بذلك، يندرج تحت إشراف إشراف مباشر ورعاية مباشرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي يعنيه كثيرا أن تحظى الجزائر بمعلم يرمز لتاريخها، تاريخ الجزائر المستقلة. ودعما للإنتاج الوطني ستستخدم مواد بناء جزائرية بالإضافة إلى إشراك كل الحرفيين الجزائريين المتخصصين في الزخرفة والخطوط. ضمننا هذه اللجنة المختصة عددا من الخبراء والمختصين في هذا المجال الذين يدركون أهمية الصرح وأهمية المعلم وأهمية التحدي أيضا، كون أن هذا المركب الروحي الثقافي الهام الجامع الأكبر يعني يمثل بالنسبة للجزائريين اختزال هام لتاريخهم وحضارتهم وهويتهم. هذا وينتظر استلام جامع الجزائر في نهاية 2016 ليكون صرحا يجمع بين الأصالة والمعاصرة. عملية ترحيل واسعة نحو مساكن جديدة ببلدية مفتاح بن تمو وأبو عرفة تمس حوالي 1000 عائلة من العائلة على مراحل بولاية البليدة. العملية تسمح باسترجاع الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع تنموية هامة بالولاية، يقول يونس لكحديب. عملية إعادة إسكان واسعة تستفيد منها ولاية البليدة ضمن صيغة الاجتماعي الإيجاري للقضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية التي تشوه المحيط الحضاري لمدينة الورود. والحمد لله الدولة صبرنا اليوم، والحمد لله يا ربي رانا وصلنا لها، والفرحة للجزائريين إن شاء الله اللي مازالوا. الحمد لله يا ربي، ربي يفرج علينا وكثر خير بوتفليقة
كنا في غبينه والحمد لله اليوم. كثر خير بوتفليقه اللي عطانا السكنه اليوم، رانا فرحانين بزاف. كثر خير الوالي وشاف دايره وكاع اللي ساهموا بهذا السكنه اليوم، كثر خيرهم، رانا فرحانين بزاف بزاف. 250 عائلة رحلت اليوم من بلدية بوعرفة نحو بلدية مفتاح كمرحلة أولى ضمن أكبر عملية استفادت منها الولاية والمقدرة ب1060 مسكنا. وجدنا ما يقرب من أكثر من 250 عائلة سترحل، الذين كانوا يسكنون في بيوت هشة وغير لائقة، ورحلناهم إلى منطقة مفتاح سيدي حماد، أين كان هناك سكنات توفر على جميع شروط المعيشة الكريمة. المراحل تاع دراسة الملفات وكذا معناتها احنا كان احصاء تاع 2007 وصار تحيين تاعو في 2014، ولهذا معناتها هذه المنطقة تاع الكاليتوس احنا الجيني راح تخص كاع المواطنين تاع ساكن هشة. عملية الترحيل متواصلة لتمس في الأيام المقبلة موقعين آخرين مع استرجاع أوعية عقارية هامة ستستغل في إنجاز مرافق عمومية. نظمت وزارة الأشغال العمومية اليوم على هامش الصالون الدولي للأشغال العمومية نظمت يوما دراسيا حول توجهات القطاع في السياق الحالي وما يترتب عليه من تضافر الجهود من أجل الإسراع في تحقيق مشاريع القطاع. اليوم الدراسي هذا نظمه خبراء وأساتذة ومختصون في مجال الأشغال العمومية. وقطاع الأشغال العمومية يوظف تكنولوجيات من مستوى عال لتحسين وتسريع وتيرة المشاريع الكبرى التي تشهدها ربوع الوطن. سعيد طبال زار الصالون الدولي للأشغال العمومية في يومه الثاني وعاد بالتالي. في هذا المجسم لثالث أطول الأنفاق في آسيا تجتمع تقنيات المراقبة والتسيير والتحكم عن بعد على مسافة تفوق 73 كيلومتر بأحدث التكنولوجيات في مجال الأشغال العمومية. بهذه التقنية يمكننا التحكم في كل ما يحدث داخل هذا النفق عن بعد عبر حواسب ومركز مراقبة، سواء للأعطاب التقنية التي قد تحدث أو لتسيير حركة المرور مثلا. أما جناح إيطاليا فتتجسد فيه التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع من الناحية التقنية والتكنولوجية، وهذا من خلال المؤسسات الكبرى التي تشارك ضمن عارض ضيف شرف هذه الطبعة. نستعمل تقنيات جد عالية للأرضيات والبنايات الجاهزة، سواء عبر تقنيات الرافعات المدعمة أو حتى تلك التي تستعمل في المناطق المعرضة للزلازل أو الاثنان معا. أما في هذا الجناح الجزائري فتعرض شركة وطنية وتخصصها في بناء مدارج المطارات تعرض آخر التقنيات المقاومة للحر والتي جسدت مشاريعها في جنوب البلاد وعدد من البلدان الإفريقية. تجربة راهي في تيميمون وفي أضرار وفي بشار، استعملنا هذه التقنيات لتمديد مدى الحياة تاع الرصيف والمدرجات والطرقات. حوالي كانت الصيانة بعد 5 سنوات، والحمد لله سلمنا مدرج تاع أضرار وين بعد 10 سنوات ما في أي انزعاج. ومع التسارع التكنولوجي الذي يشهده قطاع الأشغال العمومية سيشكل المعرض سانحة لتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو مستحدث في هذا المجال. في ذكرى تأسيسه زار اليوم وزير المجاهدين الطيب زيتون المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، حيث أشاد الوزير بالدور الذي يطلع به المركز في الحفاظ على الذاكرة التاريخية. حمزة أحمد بالقسام. 20 سنة تمر على تأسيس المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الذي يعمل على تأسيس ونشر الثقافة التاريخية، خاصة ما يتعلق بالثورة التحريرية. المركز منذ إنشائه ساهم في إصدار أكثر من 1000 عنوان، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والملتقيات الوطنية والدولية. تنظيم الملتقيات للدراسة والبحث والتحقيق في كل ما يتعلق بالذاكرة الوطنية، وسنجعل من هذا المركز ليس مركز علم وتصور وبحث ودراسة فقط، بل مخبرا يزود القطاع بالنظريات والأدوات التي تمكننا من أن نكون في مستوى الرسالة النوفمبرية بمبدأ الإخلاص والوفاء
لما قدمه الشهداء والمجاهدين في سبيل الله والوطن والشعب. هذا وأنشأ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر خلية حادثة للسمع البصري تعمل على تسجيل الشهادات التاريخية لمن عايشوا ثورة نوفمبر المجيدة. في الذاكرة التاريخية دائما أحيت كل من سوغهراس وقالما ذكرى استشهاد البطل باجي مختار عضو مجموعة 22 التاريخية طارق حاجي. باجي مختار واحد من أبطال ثورة التحرير الوطنية، ورغم صغر سنه إلا أن بصمته بالعمل السياسي وحمل السلاح رفعته إلى أن يحتل مكانة الكبار، إلى أن لقي ربه في معركة رقاقما قبل 61 سنة بين ولايتي قالما وسوغهراس. رمزية عظيمة على الشعب الجزائري الكل، ونحتفلوا بهذا اليوم العظيم، وهذا رمز من رموز تقديم الرسالة لأبنائنا ولأطفالنا. بالرغم أنه كان مثقفا ومن عائلة غنية وثرية، إلا أنه باع كل شيء من أجل تحرير هذا الوطن ومن أجل أن ننعم نحن الآن بنعمة الاستقلال. وخلال فعاليات الاحتفالات التي بدأت بالترحم على روح الشهيد وقراءة الفاتحة ورفع العلم الوطني بالمعلم التذكاري، استمع الحاضرون إلى شهادات حية للحظات الأخيرة من حياة الشهيد باجي مختار. كل 6 قلت لك ضربوه، جاء يشاهد، هبط من هنا يشاهد، نسمعوا فيه كلمة بكلمة: يا محمد يا ربي رانا من ضيافك، يا محمد رانا على الجهاد، راك تعلم، رانا خارجين على يعني على حقيقة سعادة. ولأن مكان استشهاد باجي مختار معلم من معالم ثورة التحرير الكبرى، التزمت السلطات المحلية بترميمه ليكون مزارا وشاهدا على هذا البطل. تم اليوم إطلاق اسم الشهيد قويدر قريش على وحدة الإنتاج بولاد ميمون بتلمسان التابعة للناحية العسكرية الثانية. وقد أشرف على هذه المراسم رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد بشيري الهاشمي، الذي ذكر في كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر أن هذه العملية تأتي تطبيقا لقرار الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لتسمية بعض الهياكل العسكرية بأسماء الشهداء الأبرار تخليدا لذكراهم وإبرازا لدورهم في تحرير الوطن. بالمدرسة التحضيرية لدراسات مهندس برويبة أشرف اليوم اللواء بوسيس عمار مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الدفاع الوطني نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف على اختتام ورشة العمل للضباط السامين حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، والتي دامت أسبوعا، حيث تم تسليم شهادات تقديرية لأزيد من 85 مشاركا من مختلف أرجاء العالم. دال أبو طبة. إيجاد توازن بين ما تقتضيه العمليات العسكرية واحترام قوانين الإنسانية خلال الممارسة العملياتية للقوات المسلحة إشكالية شرحتها ورشة العمل للضباط السامين حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، حيث تلتزم الجزائر بتطبيقها وترافع من أجل احترام كرامة الإنسان خلال الحرب. إن مساهمة الجزائر في هذه المهمة النبيلة التي تقودها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنبثق من تمسكنا الشديد بالقيم الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية. تضاعف بؤر التوتر في العالم يجعلنا نواجه تحديا كبيرا، وهو الحفاظ على حياة البشر. أنا متيقن أن لقاء الجزائر يكون قد شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، كما أنني مقتنع بأنكم قد تحصلتم على منهجية صلبة لتطبيق الإجراءات القانونية خلال الممارسة العملياتية. 85 ضابطا ساميا يمثلون أكثر من 60 دولة من كل قارات العالم وجدوا في الورشة فضاء لتبادل الخبرات في هذا المجال. القيمة المهمة والمضافة في هذه الورشة هي كيف يمكننا الحفاظ على حياة المدنيين عند تنفيذ العمليات العسكرية خلال النزاعات المسلحة، وبالتالي احترام القوانين الدولية.
ورشة سويرمو التي تنظم لأول مرة في بلد عربي تهدف إلى ترقية قانون الحرب وتدعيم احترام الالتزامات القانونية للقوات المسلحة في الميدان. في إطار مكافحة الإرهاب قضت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة لقطاع العمليات لجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة قضت على إرهابي إثر كمين بالقرب من منطقة ولاد العربي ببلدية الميرية بولاية جيجل، حيث مكنت العملية من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. من جهة أخرى وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة بيتا راس عين جزام بالتنسيق مع أفراد حرس الحدود 8 مهربين وحجزت 3 عربات رباعية الدفع و1420 كيلوغراما من المواد الغذائية و1020 لترا من الوقود كانت موجهة للتهريب. كما أوقفت مفرزة بتيارة بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني 3 تجار مخدرات وضبطت شاحنة وسيارتين سياحيتين و942 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم حجز 26,480 لترا من الوقود بتلمسان كانت موجهة للتهريب. كما تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعيين بغرداية. صحيا دليل طبي لفائدة مرضى السرطان يتطلع المبادرون به إلى توزيعه عبر مراكز مكافحة الداء عبر الوطن، يتضمن الدليل إرشادات وتدابير للتعايش مع الداء. المبادرة لممرضين مختصين عاملين بالمركز الاستشفائي الجمعي مصطفى باشا، تقول رزيقة جليل التي عدت الروبورتاج التالي. كثيرا ما يشتكي مرضى السرطان من أعراض ثانوية بعد خضوعهم للعلاج الكيماوي، أعراض يجهلون كيفية التعامل معها مما يعقد أحيانا وضعهم الصحي. خطرات تعبها خطرت لا كيما تاع اليوم تعبتها بزاف، عيات اللقيا عندها سطر في الراس بزاف في الدار تبكي من راسها وكرشها. صديبو على حسب لوكا تاع لاشيميو، بس هذا في لاشيميو راهي شويه تحسن الحمد لله. لازم يكون اليمونطاسيون سان اي ايكيليبري، الفو با سو بريفي، ما لازمش يحرم روحو المريض لانه راهو يدير في دواء قوي جدا. هذا الدواء راح ياثر على التركيبه من حيث لا كونتيتي الى كاليتي تاع لو سون. دونك لو مالاد يقدر يدخل يكون يحرم روحو المريض، يسمع سورتو في نوادي التواصل الاجتماعي، يسمع من عند المرضى، يسمع من المحيط، يقرا في دي فوا ما يكونوش دي كونساي بازي سور دي ريكومونداسيون سيانتيفيك. وحرصا على توجيه المرضى وتزويدهم بما يفيدهم من معلومات، أصدر مجموعة من الممرضين المختصين دليلا طبيا يلخص خبرة سنوات في التعامل مع المرض. الجيد هذا راح يصحح معلومات ويزيد إضافات وحيمد إرشادات، يعني ديزاستيوس نمدو فكر بسيطة. باغ اكزومبل كان دي برودوي من فو با يعني يتعرض لأشعة الشمس. Ils donnent des conseils aussi. Moi-même, je ne connaissais pas certaines choses, j'ai appris certaines choses par rapport à certains comportements, enfin on va dire, comment on appelle ça, l'hygiène de vie qu'on doit avoir lors du traitement. قريت الصفحة الأولين نورمالمون راني عارفة واش فوالا لو بتي كيف نتعامل. وحاجة المرضى للتوجيه قد لا تقل أهمية عن حاجتهم للعلاج. شاف الله جميع المرضى الكبار والصغار. أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سيل هاشمي عصاد على تنصيب لجنة مشتركة لإعداد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية. إناس مطرة. اللجنة المشتركة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستعمل على تفسير معاني القرآن الكريم وفق ترجمة مبسطة وسليمة تجمع كل متغيرات اللغة الأمازيغية. الطاقم كلهم يعني يعرفوا لهم دراية بالنص القرآني، تكون ثاني القدرة في اللغة الأمازيغية للوصول إلى التوافق بين اللغتين. الجزائر في عمقها الإسلامي الأمازيغي تسعى اليوم عبر مؤسسات الدولة إلى حماية وترسيخ الهوية الوطنية عبر طرق أكاديمية وعلمية تعتمد التنسيق بين كل الفاعلين. العمل الذي سينتج عنها هو عمل سيكون في خدمة اللغة الأمازيغية، وسوف يرقي الثقافة الأمازيغية
وسوف يحسن الهوية الوطنية الجزائرية، لأنه سيملأ اللغة الأمازيغية بمعاني روحية نبيلة هي معاني القرآن الكريم. كل الظروف المادية والوسائل مهيئة لتسهيل هذه المهمة، وهذا يتطلب بالطبع وقت، ويتطلب أيضا تجنيد القطاعين والتفتح إلى كل مشاريع الترجمة الصادرة هنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر. وستعمل اللجنة أيضا على تدوين الترجمة بالحرف الأمازيغي المقنن، فضلا على أن العمل المدون سيكون مرفقا بقرص مضغوط سيساعد غير الناطقين بالأمازيغية على النطق السليم. في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية وبحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منيا مسلم، احتضنت اليوم جامعة باب الزوار ملتقى علمي حول المرأة المقاولة، حيث شكلت التظاهرات فرصة لتشجيع المرأة على التحدي والمبادرة. رزيقة جليل. حسب آخر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن نسبة النساء المقاولات لا تتعدى 10%، وهي نسبة ضعيفة لا تعكس مستوى المرأة الجزائرية وقدرتها على الابتكار والريادة. الشبان اللي نرافقهم نقول لهم باللي انا كي مشيت نحل المؤسسه نتاعي ورحت للبنك قال لي المشروع تاعك ما داخلش في المشاريع اللي البنك تمولهم، وما عطانيش دراهم، ومشينا باش مولنا انا والصديقه تاعي اللي نشأنا المؤسسه، كنا زوج نساء، كنا رحنا للوالدين تاعنا ورحنا للعائله نتاعنا وازواجنا وجبنا عليهم الدراهم وتسلفنا على بعض الناس باش نجمنا المشروع تاعنا يكون. والحمد لله المؤسسه راهي عندها 35 خدام، 35 عامل، وراهي الحمد لله ناجحه. هناك ايضا عدم يعني صعوبه الحصول على قروض ماليه ومكانه في السوق. ارتفاع كبير في النسبه تاع النساء اللي طرقوا المجال المقاولاتيه وراهم يستفادوا من دعم الوكاله، بالاضافه انه فيه تنوع كبير في النشاطات. وبرأي النساء المقاولات اللائي جئن إلى الملتقى لعرض تجاربهن الشخصية، فإن رفع مستوى المساهمة الاقتصادية للمرأة بحاجة إلى مزيد من الدعم. ومن هذا المنطلق لا بد لي من التذكير بالعمل الجسيم الذي تم إنجازه لوضع ميثاق المرأة العاملة النابع عن توحيد رؤى تضعنا اليوم أمام مسؤولياتنا من مصادر القرار على المستوى المؤسسات والنقابي وأرباب العمل لتوفير الشروط المواتية لولوج المرأة سوق العمل. ولأن المرأة نصف المجتمع، فمن شأنها المساهمة في بناء نصف الاقتصاد الوطني. دون شك. وضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية دائما تعكف ولاية البويرة على إطلاع الشباب وخريجي الجامعات، إطلاعهم على مختلف الآليات والفرص المتاحة لإنشاء مؤسسات مصغرة من خلال أنشطة متنوعة وفضاءات للمرافقة. وليد قدري. الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولاية البويرة فرصة للتعريف بالمقدرات الاقتصادية للولاية وفرص الاستثمار الممنوحة بها، والتي تتمحور أساسا في الصناعات الغذائية والفلاحة وفقا للطابع الفلاحي الذي تمتاز به الولاية، والهدف هو رفع الحس المقاولاتي وثقافة الاستثمار لدى شباب المنطقة. هذا الأسبوع المقاولاتي يدخل أولا في خضم السياسة المنتهجة من طرف الحكومة بصفة خاصة، اللي تصبو إلى تنمية الصناعة بصفة عامة، وكل الإمكانيات اللي تكون متاحة للمستثمرين سواء في كل شتى المجالات. التظاهرة تحمل نشاطات متنوعة، محاضرات وفضاءات للمرافقة والتوجيه وورشات تكوينية تمكن الشباب حاملي الشهادات خصوصا من التعرف على كيفية إنشاء مؤسسة وتسييرها بشكل سليم في وجود الآليات التي تسخرها الدولة لدعم المشاريع. أنا كطالبة جامعية يهمني هذا الموضوع، يهمني خاطر مستقبل نقدر نأسس هكذا مؤسسات صغيرة. Ce séminaire est vraiment important pour avoir des idées sur différents domaines, tels que par exemple l'assurance Lefgar. Je n'ai jamais entendu de cette assurance. Alors aujourd'hui c'est important. شفنا حوايج ملاح لينا كمستثمرين وتساعدنا في المستقبل باه نكريو لونتربريز تاعنا في أسس صحيحة.
أسبوع المقاولاتية يحمل مسابقة لأحسن فكرة مشروع يكرم فيها الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز قيمة تشجيعا للشباب على طرح أفكارهم وإنشاء مؤسسات ومشاريع تنمي الاقتصاد الوطني. وعلاوة على هذه المشاريع التي تستحق التثمين، الاقتصاد الوطني قوامه هو القدرة على الإنتاج كما ونوعا والتطلع نحو التنافسية، وهو ما تسعى إليه مؤسسة ناشئة بولاية تلمسان تقوم برسكلة 20 طنا يوميا من القارورات البلاستيكية وتحويلها إلى ألياف لصناعة الأفرشة والأغطية. الروبورتاج لبالمهدي بالمهل. وحدة وصفت بالرائدة بالمنطقة الصناعية لولاية تلمسان تقوم برسكلة النفايات والمتمثلة في إعادة تكرير وتثمين القارورات البلاستيكية وتحويلها إلى ألياف تستعمل في صناعة الأفرشة والأغطية. والآن حصلنا على هذا الإنتاج البوليستر اللي هو منتوج من الأناني اللي هي ضايعة في كل الجزائر، فيها مجهودات كبيرة ومساعدة السلطات ومساعدة اللوندي اللي عاونتنا. إن شاء الله يكون نحصلوا على نتيجة باش نصدروا هذا المنتوج. لازمنا يكون شوية وقت باش ناخذوا خبرة فيه. المصنع والتابع لأحد الخواص تكلل نشاطه بالنجاح ويحظى بمرافقة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما سمح لأعوان مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب بالاندماج مهنيا. بروجي انتيغري علاش؟ باسكو راه يساهم في الحفاظ على البيئه من جهه واحده، ومن جهه اخرى توسكي النفايات نعرفوا كيفاش نستعملوهم ونستغلوهم بور دوني ان بلو فالو لهذو النفايات. المؤسسه راها معوله باش تروح ان بو بلوس فير لا كومبيتيتيفيتي، دوطون بلوس سي ان بروجي انوفون بور نو. المؤسسة والتي أنشئت منذ سنتين تراهن على عاملي الجودة والتنافسية، كما تعد حلقة ذات وزن تخدم المجال البيئي. وفي سياق منفصل وتحضيرا للندوة الدولية حول التغيرات المناخية المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، نظمت اليوم مصلحة الإعلام للأمم المتحدة بنيويورك ندوة صحفية غير تقنية بل عبر تقنية التحاور عن بعد بالفرع التابع للأمم المتحدة بالجزائر، هذا بالتزامن مع مجموعة من الدول الإفريقية، حيث تم التطرق إلى الجوانب الخاصة بهذه الندوة وكذا المسائل المتعلقة بالمناخ كالاحتباس الحراري، الجفاف والتلوث البيئي. في النشاط الحزبي، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون في مداخلة لها قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب، اعتبرت الهجمات الإرهابية ضد فرنسا مساسا بأمن كل العالم. حنون أوضحت أن ظاهرة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية العالمية نتاج لأزمة النظام الرأسمالي العالمي المتوحش. المكتب السياسي سوف يناقش التطورات الخطيرة في العالم جراء التفجيرات الإرهابية اللي تعكس الهمجية البغبغي اللي قاعدة تنتشر في العالم. فبعد بيروت جاء دور باريس في سلسلة من التفجيرات الإرهابية، وهذا بمثابة يعني un basculement, c'est un basculement total على المستوى العالمي، وهي نتاج وعبارة عنيفة لأزمة النظام الرأسمالي. دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعدة منظمات إسلامية كافة مساجد فرنسا إلى تخصيص خطبة الجمعة للأحداث المأساوية التي عاشها الفرنسيون الجمعة الماضي بباريس. التغطية لعفاف الهشات والتقرير لعبد النور باعوس. الوعي الديني من خلال إلقاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الداعية إلى الأخوة والسلام قد يكون الحل الأنجع لطرد أفكار الثأر وعدم الانسياق وراء الاعتقاد أن للإرهاب علاقة بالإسلام. لا شك أننا كمسلمين مواطنين فرنسيين معنيين بهذا الأمر، ومن واجبنا أن نقوم بدورنا، أن نبين للمواطنين، أن نبين للناس جميعا أن الإسلام بريء من هذه الأعمال البشعة. Moi je trouve que ce sera insuffisant. Pourquoi? Même on va faire le prêche sur ce sujet-là au long d'un mois, 4 semaines,
un rappel. Mais c'est insuffisant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que c'est aux médias de jouer. C'est à l'État français de donner la possibilité aux religieux de faire des rencontres interreligieuses, des dialogues interreligieux, de parler, de faire des émissions qui atteignent le foyer. L'essence de ce discours, le noyau de ce discours, c'est que celui qui tue une âme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa conception, quelle que soit sa philosophie, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. اجتماع الأئمة سيثمن غدا بمعظم مساجد فرنسا خلال خطبة الجمعة. ففي بيان صدر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سيتم نشر قرابة 2500 نص يحث على نبذ العنف. وفي تطورات الوضع أعلن الادعاء العام الفرنسي اليوم أنه تم القضاء على رأس المدبر لاعتداءات باريس البلجيكي عبد الحميد بعود، هذا إثر عملية المداهمة التي نفذتها الشرطة الفرنسية أمس شمال العاصمة الفرنسية. من جهة أخرى صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراح تمديد حالة الطوارئ إلى 3 أشهر. أصيب 7 فلسطينيين بجراح في مواجهات مع قوات الاحتلال، كما تم اعتقال 44 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مما يزيد من حدة التوتر والمواجهات التي أدت إلى استشهاد 89 فلسطينيا منذ مطلع الشهر الماضي. اختتمت اليوم بالعاصمة الفلبينية مانيلا أشغال قمة منظمة التعاون آسيا المحيط الهادي أبيك، التي استحوذت عليها قضية مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات باريس، وكذا التوترات الإقليمية بشأن بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري والتجاري. في سوريا اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن فترة عامين ستكون كافية لأي مرحلة انتقالية في البلاد، محذرا في الوقت نفسه أن خطر الإرهاب سيبقى العقبة الرئيسة في وجه التقدم السياسي. أمنيا قضت القوات الحكومية على 8 مسلحين مما يسمى تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. وعودة إلى ربوع الوطن. الشعوب تعانق الفن والإبداع على أرض الجزائر وتختار مدينة الألف قبة وقبة عنوانا لإقامتها الإبداعية، يقول منير معمري. بعد نجاح الطبعة الأولى للمهرجان الدولي اللوس بولاية الواد، اليوم يأتي المهرجان اللوس الدولي في طبعته الثانية حاملا معه زخما حضاريا متنوعا. الطبعة أخذت شعار الشعوب تعانق الفن والإبداع على أرض الجزائر. حفل افتتاح المهرجان شهد عرض أوبرا بعنوان ملح التراب، هي ملحمة تاريخية وطنية تحكي تاريخ منطقة الواد إبان الاستعمار الفرنسي، قدمها شباب من خيرة المبدعين بالواد. بالنسبة لي هذا أول عرض لي وأول عمل لي نعرضه، ولله الحمد كان عمل رائع، إن شاء الله نال إعجابكم كامل. الأوبرا تحكي على حقبتين زمنيتين، الحقبة الأولى وهي دخول الاستعمار الفرنسي لأول مرة في ولاية الواد، واللي هي تقريبا بالضبط 1850 أو 52. من بعد ينتقل بنا الزمن إلى مجزرة رمضان 1957، لأن تشجيع الفن المحلي، تشجيع المسرح المحلي، تشجيع الممثلين الصغار في ولاية الواد. المهرجان سيشكل فرصة للفنانين والجمهور الصوفي لاكتشاف كل الفنون العالم من موسيقى ورقص وغناء، مما يجعل المنطقة قطبا سياحيا يتجاوز المحلية الذي يرقى إلى المستوى العالمي. رأيي في هذا المهرجان أنه كان مهرجان جميل جدا، وخاصة هذا اليوم السعيد يوم الافتتاح. والله كان حفل باهر وممتع، وأبرز يعني حقيقة الزخم التراثي اللي تميز به ولاية الوادي. ليبقى المهرجان اللوس الدولي بالواد لقاء بين شعوب العالم لتعانق الإبداع على أرض الجزائر. وصفحات من تاريخ وفن وادي سوف للتذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الوزير الأول المالطي جوزيف ميسكات، الذي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي، ويثني على الرئيس بوتفليقة كشخصية تاريخية مرموقة في حوض المتوسط. جامع الجزائر مرآة عاكسة لمعالم الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع شخصيا مختلف مراحل المشروع.
ترحيل 250 عائلة في إطار القضاء على البناءات القصدرية وسكن الهش بالبليدة ضمن برنامج إعادة إسكان 1000 عائلة وسط ظروف تنظيمية محكمة. وكما تابعتم لوحات فنية واستعراضات ملحمية في الطبعة الثانية لمهرجان اللوس الدولي للموسيقى والغناء والفولكلور بوادي سوف تحت شعار الشعوب تعانق الفن والإبداع على أرض الجزائر. أخبارنا تمت، برامجنا مستمرة، إلى اللقاء.